حطي قشر الليمون بقى اللي هترميه في الزبالة في الكبة، وتعالي شوفي هنعمل ايه. النهاردة ان شاء الله هقدم لكم 4 وصفات مختلفين، وان شاء الله هتطلعي منهم بواحدة مستفادة منها. هم الاربعة احلى من بعض. بس ما تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والشير والمتابعة. اول وصفه معانا هتكون هي البنجر على قشر الرمان. الوصفه دي يا بنات بجد تحفه جدا. الوصفه دي عايزه اقول لكم هي 5 في 1. اول حاجه هنجيب بنجرايه ونغسلها ونبتدي نقشرها، ونجيب لتر من الميه ونغليه، وننزل بقشر الرمان بتاعنا. طبعا قشر الرمان بتاعنا مغسول ونضيف وزي الفل. طب بيعمل ايه بقى قشر الرمان ده؟ بيساعد على الحرق، وكمان مفيد جدا للناس اللي بتعاني من الامراض، تمام، زي نقص الحديد. والبنجر كمان بيحتوي على حديد عالي جدا جدا جدا. يعني بصوا شايفين اللون الاحمر ده؟ دواء حديد. طبعا بيقوي جهاز المناعه، وكمان بيقلل من دور البرد. بنحط كمان نص عصير ليمونه على الكوبايه اللي هنشربها، طبعا بعد ما يغلي 5 دقايق ويكون بالشكل ده. وما بنشيلش منه البنجر، ولا بنشيل منه قشر الرمان، بنسيبه منقوع فيه لحد ما يبرد، وبعد كده بنشيله وناخد كوبايه نشربها بارده او دافيه زي ما انتوا تحبوا. وتحطوا عليها عصره ليمونه، وكمان نص معلقه من العسل اذا تحبوا، علشان لو الطعم ما عجبكوش. لكن الافضل ان هي تتشرب من غير عسل. وطبعا ما ينفعش سكر، علشان الرمان هيخسس، وكمان البنجر هيقوي جهاز المناعه عندك، وكمان هيزود الدم. عايزه اقول لكم الوصفه دي تحفه. تعالوا نشوف بقى الوصفه رقم 2. طبعا كلنا بيبقى عندنا البرطمانات بتاعه حمام الكريم دي. هجيب سكينه اكون مش بستخدمها واسخنها على النار، واقطع الجزء اللي من تحت. ابتدي بعد كده اساوي بقى على قد ما اقدر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسينيش في اللايك. ودي حته ستيكر كده كانت فاضله عندي، رحت جبتها وملزقاها بالشكل اللي انت شايفاه ده. هنعمل منها حاجه حلوه قوي قوي هتنفعنا في المطبخ. هنعمل منها كده منظم للادوات بتاعتنا. شايفين الشكل؟ انا بديكوا بس مجرد فكره، وانتوا طبعا تعرفوا تعملوا احسن من ده بكتير جدا. طبعا ولادكم بقى هيشاركوا معاكم في الموضوع ده، لانه بيبقى شكله حلو وجميل وهما بيحبوا الحاجات دي. يلا بقى نشوف الفكرة رقم 3. طبعا كلنا بنجيب البقوليات وبتسوس وبتدود وبتعمل عندنا زي هاموش كده في المطبخ. فأول ما نجيب البقوليات بتاعتنا ننقيها كويس جدا، ونستبعد أي حاجة منها ما تكونش نظيفة، ونبتدي نجيب البرطمان بتاعنا يكون مغسول ونضيف ومعقم، ونفضيها بالشكل ده. وبعد كده على طول بننزل بمعلقة كبيرة من الملح وورقتين من اللوري، ونقفل البرطمان بتاعنا كويس جدا، ونبتدي ان احنا نرجه بالشكل ده علشان نتاكد ان كل الملح اتغلف مع نوع البقوليات، الفاصوليا او الفول او اي حاجه انت عايزاها، بس تكون نواشف. بعد كده بنحطه في المطبخ، وبكده نبقى خلصنا الفكرة دي. يلا بقى تعالي شوفي الفكرة دي كمان هتعجبك جدا. كلنا بنجيب الجبنة وبتبوظ عندنا في الكيس في التلاجة. هاتي بقى علبة تلاجة كده، وانزلي بلتر مية غالياه وسبتيه برد تماما، وبعد كده هتنزلي عليه بمعلقة كبيرة ونص من الملح، وقلبي بقى كده. وبعد كده بقى هاتي فلفلاية رومي او فلفلتين زي ما انت عايزه. على فكره بيبقوا طعمهم حلو قوي، وبيبقوا متخللين بعد حوالي 3 ايام، بيبقى طعمهم جميل جدا. طبعا بيحفظوا الجبنه وبيمنعوا ان هي تعفن. وبعدين بننزل بالجبنه بتاعتنا. وملحوظه لما نجيب الجبنه ما ننزلش بيها في الميه على طول، بنسيبها ليله في التلاجة، وتاني يوم بنعمل لها المحلول ده بالشكل ده. وبكده تضمني ان الجبنه تقعد عندك شهر كامل من غير ما تبوظ او تعفن او ترميها. لو عجبتك بقى ما تنسيش الشير واللايك. ويلا بقى نشوف الوصفه بتاعه قشر الليمون. طبعا دي بطله الفيديو بتاعنا. هنجيب قشر الليمون اللي بنرميه في الزباله ده، هنحوشه ونحط له نص لتر من الميه، ونرفعه ونسلقه كويس جدا، ونخفقه في الكبه علشان يبقى معانا بيوريه وما فيهوش اي تكتلات. وبعد كده بنفضيه في الطبق، ونحط له معلقتين كبار من الخل، وبعد كده كمان معلقة من ملح الليمون، ومعلقة من كربونات الصوديوم، وكوباية من صابون المواعين. وقلبي بقى وشوفي التفاعل. وتعالي اقول هنعمل بيه ايه. هنصبن بيه السيراميك والتواليت والبانيو والحنفيات وكل حاجة.